قارة أفريقيا بتأتي في المركز الثاني من حيث المساحة وعدد السكان، أما قارة آسيا هي بتأتي في المركز الأول. عدد سكان قارة أفريقيا بيتضاعف كل 3 عقود، يعني كل 30 سنة. القاعدة دي جت منين؟ حسبوا سنة 1975 لحد سنة 2005 ولاحظوا التضاعف ده. سنة 2023 وجدوا أن سكان أفريقيا بيمثلوا خمس سكان العالم، 1.5 مليار نسمة. بناء على قاعدة التضاعف فإنهم قالوا سنة 2050 هيصل العدد ل 2.4 مليار نسمة. الزيادة دي يا ترى أسبابها إيه؟ هما سببين: زيادة طبيعية، فرق ما بين مواليد والوفيات، والسبب التاني زيادة غير طبيعية بسبب الهجرة، انتقال الأفراد من مكان لآخر. أكبر دول قارة أفريقيا من حيث عدد السكان بالترتيب من الأكبر للأصغر: نيجيريا، إثيوبيا، مصر. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. قارة أفريقيا رقم 2 في المساحة وعدد السكان. قارة آسيا هي الأولى في المساحة وعدد السكان. عدد سكان قارة أفريقيا بيتضاعفوا كل 3 عقود. في 2023 كانوا خمس سكان العالم 1.5 مليار نسمة، هيتضاعفوا في 2050 ل2.4 مليار نسمة. إيه أسباب الزيادة دي؟ هما 2 أسباب رئيسية: زيادة طبيعية وغير طبيعية. زيادة طبيعية الفرق بين مواليد ووفيات، وغير طبيعية هي الهجرة، انتقال الأفراد من مكان لمكان. أكبر دول قارة أفريقيا من حيث كده عدد السكان: نام. في دول اسمها نام؟ لأ، دي الحروف الأولى من الدول المقصودة بالترتيب من الأكبر كده للأصغر: نيجيريا، إثيوبيا، مصر. معدل المواليد في قارة أفريقيا مرتفع، هي أعلى قارات العالم، ضعف المعدل العالمي. وسبب الزيادة دي إن سكانها بيتجوزوا بدري، خلفوا كتير، وضعف في برامج تنظيم الأسرة. أكتر دول بتشهد الارتفاع ده هي النيجر، مرتفعة إفريقيا وعالميا. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. معدل المواليد. قارة أفريقيا مرتفعة معدل المواليد، هي أعلى قارات العالم، ضعف المعدل العالمي. أعلى دولة هي النيجر، سواء أفريقيا والعالمي. معدل المواليد. أسباب الزيادة هنا على فكرة: زواج مبكر، كثرة إنجاب، ضعف برامج تنظيم الأسرة. معدل الوفيات في قارة أفريقيا منخفض، قرب المعدل العالمي. أكتر دول مرتفع فيها نسبة الوفيات: نيجيريا، تشاد ولسوتو. ليه يا ترى؟ عندهم إيه؟ عندهم أمراض مستوطنة في البلاد دي، وعندهم نسبة عالية في الوفيات ما بين الأمهات والأطفال. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. قارة أفريقيا منخفضة في عدد الوفيات. ياه، بس هي كم دولة كده فيهم زيادات: نيجيريا وتشاد ولسوتو. وده من إيه؟ في أمراض مستوطنة فيهم، وأمهات ويا الأطفال كتير بيموتوا. الزيادة الطبيعية والفرق ما بين المواليد والوفيات هي بشكل عام عالية في أفريقيا، وبالأخص في الصومال والنيجر. بس النسبة دي ابتدت تقل شوية بسبب اهتمام الدول والمنظمات الدولية بضبط النمو السكاني، تطوير النظم الصحية، والاهتمام بالأم والطفل. بس كده. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. زيادة طبيعية مرتفعة في قارة أفريقيا. وآخر كلام هنا هيتقال عن النيجر والصومال، فيهم أعلى زيادة طبيعية بس ابتدت تقل شوية. ليه؟ ضبط النمو السكاني، اهتمام بالأم والطفل. سبب تاني: تطوير النظم الصحية، لاهتمام دول أفريقيا ومنظمات الدولية. الزيادة الغير طبيعية في عدد السكان بتكون بسبب الهجرة، والهجرة نوعين: داخلية وخارجية. والهجرة الخارجية نوعين: وافدة ونازحة. الهجرة الوافدة هي اللي جاية من البلاد التانية لقارة أفريقيا، زي اللي بيجوا لدولة جنوب أفريقيا. أما الهجرة النازحة وهي اللي خارجة من قارة أفريقيا رايحة للبلاد التانية، خصوصا أوروبا
والخليج العربي وأمريكا الشمالية. ليه سكان أفريقيا بيتركوا القارة ويروحوا للبلاد التانية؟ علشان ما عندهمش استقرار سياسي وفي حروب في بلادهم، وبيدوروا على تحسين لفرص معيشتهم بالبحث عن فرص عمل أفضل وتعليم أفضل، وده اللي لقوه في البلاد التانية. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. الحق الحق، خير فيه ايه؟ في زيادة في عدد السكان غير طبيعية، في هجرة نازحة خارجية جاية بسرعة من إفريقيا. هجرة خارجية نوعين، وافدة ونازحة. وافدة هداية جنوب أفريقيا، أما النازحة خارجة بسرعة من أفريقيا. رايحين فين بالقعدة دي؟ حبة أوروبا وخليج عربي والباقي أمريكا شمالية. إيه ملقاهوش عندهم في بلادهم ولقوه هناك في البلاد التانية؟ له استقرار سياسي في بلادهم، في حروب دايما كده فيما بينهم، وضعف التعليم والعمل في بلدهم، ورغبة تحسين مستوى معيشتهم. بسبب تزايد أعداد المهاجرين حول العالم لجأت البلاد لوضع قوانين للحد من الأعداد دي، لكن المهاجرين تحايلوا على القوانين دي ولجأوا للهجرة الغير شرعية، وهي عبارة عن انتقال الأفراد بشكل غير قانوني بدون تصريح، أو تجاوزوا مدة الإقامة القانونية وما زالوا موجودين في البلاد دي وما رجعوش لبلادهم. أكتر القارات اللي بتتعرض للهجرة الغير شرعية هي قارة أوروبا. من الآثار المترتبة على الهجرة دي بتؤثر سلبا على استقرار وأمن الدول اللي هاجروا إليها، وإن المهاجرين بيتعرضوا لمخاطر وبيتعرضوا لفقدان حقوقهم في الدول اللي هاجروا ليها، لأن البلاد دي ما بتكونش عندها أي معلومات عنهم، فبالتالي بيتعرضوا لأخطار مضاعفة سواء وهم عايشين فيها ومن قبلها في رحلة الوصول إليها. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. الهجرة الغير شرعية دي هجرة غير عادية، علشان من دون تصريح تجاوزوا في الإقامة المدة القانونية، متوجهة كده لأوروبا، وليها ناتجتين مترتبين عليها بتأثر سلبا على استقرار وأمن الدول اللي راحت ليها، والمهاجرين بيشوفوا مخاطر ويفقدوا حقوقهم كل الدول اللي هاجروا إليها. في 2016 مصر وضعت قانون لمكافحة الهجرة الغير شرعية، أما اقتراحاتنا إحنا للمكافحة هي تحسين مستوى معيشة، توفير فرص عمل وهي التعليم، وإنهاء أي نزاع من الحروب الأهلية. طب إحنا ليه بندرس بيانات السكانية؟ علشان نقدر نضع خطط تناسب كل المجتمع، خطط تنموية. لو في منطقة ما عدد السكان فيها كان أكبر من مساحتها، المنطقة دي بتعاني من كثافة سكانية مرتفعة، زي 4 مناطق موجودين في إفريقيا: وادي النيل ودلتاه، منطقة النيل الأزرق، السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الجنوبية الشرقية. اللي بيميز المناطق دي خصوبة التربة ووفرة المياه، وفي ميزة خاصة بالسواحل وهو اعتدال المناخ. أكتر المدن في إفريقيا كثافة سكانية هي لاجوس في نيجيريا والقاهرة في مصر. في نتائج اترتبت على الكثافة السكانية المرتفعة في المدن دي، وهي الضغط على المرافق والخدمات، شبكة الطرق، مواصلات، كهرباء، مية. ده أدى لإيه؟ أدى إن الشبكات دي ابتدت إن هي بتتهالك وبتحتاج لصيانة دورية، فبالتالي في اضطرار دائم لوضع خطط تنموية لرفع كفاءة المرافق دي عشان تقدر تتحمل الزيادة العالية في الكثافة السكانية. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. وادي النيل ومعاه دلتاه، والنيل الأزرق وياه، كثافة سكانية فيهم مرتفعة لخصوبة التربة ووفر مياه. وسواحل شمالية غربية وسواحل جنوبية شرقية مرتفعين كثافة سكانية لخصوبة التربة، اعتدال المناخ، وفيه وياهم وفرة مية. أعلى مدن قارة أفريقيا في كثافة سكانية بص: لاجوس في نيجيريا والقاهرة في مصر. ترتب إيه على الكثافة دي؟ ضغط على المرافق والخدمات، مما يتطلب خطط تنموية. الكثافة السكانية المتوسطة في قارة أفريقيا متركزة في منطقتين: أولا في منطقة استخراج المعادن والطاقة الأحفورية، استخراج المعادن زي الذهب والحديد والنحاس وهكذا، أما الطاقة الأحفورية فهي زي البترول مثلا.
والمناطق التانية المتركزة فيها الكثافة السكانية المتوسطة هي المناطق المرتفعة زي هضبة البحيرات الاستوائية وهضبة الحبشة الأثيوبية. ليه متركزين في المناطق دي؟ نظرا لاعتدال الجو فيهم. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. كثافة سكانية متوسطة موجودة فين؟ في مناطق استخراج المعادن والطاقة الأحفورية والهضبتين بحيرات استوائية والهضبة الأثيوبية لارتفاعهم جوهم معتدل هما الاتنين. لما يكون في منطقة عدد السكان فيها أقل من مساحتها بتكون الكثافة السكانية فيها منخفضة. زي إيه في أفريقيا؟ زي مناطق الرعي والزراعة على حشائش السافانا والستبس. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. طب وبس كثافة سكانية في أفريقيا متوسطة مرتفعة وبس؟ لا، إزاي وبس ومنخفضة في مناطق الرعي والزراعة على سافانا وستبس. الكثافة السكانية النادرة في أفريقيا موجودة في منطقتين، أولا في المناطق الصحراوية وده بسبب ندرة المياه العذبة والظروف المناخية القاسية. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. مناطق صحراوية نادرة كثافة سكانية ليه؟ أولا ظروف مناخية قاسية، ثانيا ندرة مية، سبب تاني ضيف عليه. المنطقة التانية نادرة الكثافة السكانية في إفريقيا وهي في المستنقعات وده بسبب صعوبة الحركة لكثرة المياه الراكدة وقلة الأنشطة الاقتصادية وكثرة الأمراض. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. نشاط اقتصادي مفيش، كثرة أمراض ومعاها مين يقدر يعيش، وصعوبة حركة في المياه الراكدة. مستنقعات دي نادرة كثافة سكانية تقريبا مفيش. قارة أفريقيا بتعاني من مشكلة سكانية وده لثلاث أسباب. أولا لزيادة عدد السكان بشكل لا يتناسب مع النمو الاقتصادي، يعني المشاريع الاقتصادية اللي موجودة بإفريقيا قل بكتير من عدد السكان. طب ده أدى لإيه؟ أدى لزيادة الضغط على الموارد والخدمات الموجودة بالقارة وزيادة استهلاك للموارد الطبيعية دي، وده بيؤدي إلى وجود تهديد للأمن الغذائي والمائي في القارة. السبب التاني اللي بيخلي قارة أفريقيا بتعاني من مشكلة سكانية هو سوء توزيع السكان. زي ما عرفنا إن في مناطق مرتفعة الكثافة ومتوسطة ومنخفضة ونادرة. نمرة 3 هو ارتفاع نسبة صغار السن. طيب ليه دول بيمثلوا مشكلة؟ لأن هم فئة غير منتجة ودايما بتكون محتاجة للغذاء، دواء، ماء وتعليم وغيره. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. قارة أفريقيا بتعاني من مشكلة سكانية. ها؟ عدد سكانها بيزيدوا أعلى بكتير من الأنشطة الاقتصادية وده أدى لإيه؟ حبة حاجات: ضغط موارد على خدمات، زيادة استهلاك لمواردها الطبيعية، تهديد للأمن الغذائي ويا المية. طيب ده السبب الأول. إيه هو التاني؟ سوء التوزيع السكاني. وآخر حاجة عاملة مشكلة ارتفاع نسبة صغار السن أصلها فئة غير منتجة. من محاولات الدول قارة أفريقيا لحل المشكلة السكانية كان رفع سن الزواج وده كان عن طريق وضع قوانين تجرم الزواج المبكر وعن طريق إنشاء المشروعات الاقتصادية لسد الاحتياجات المختلفة للسكان، وأيضا إنشاء المدن الجديدة لإعادة توزيع السكان ووضع خطط تنظيم الأسرة لزيادة توعية المجتمع بأهمية القضية دي، وأيضا عن طريق دعم المرأة اجتماعيا للاستفادة من كل إمكانياتها عن طريق توفير فرص عمل ورعاية صحية ليها وتمكينها اقتصاديا. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. دور الدول للحد من المشكلة السكانية: رفع سن الزواج، دعم المرأة اجتماعيا،
وضع برامج تنظيم أسرة وأعمال مشاريع اقتصادية.